اللي يتبنى خطاب طائفي أو مذهبي في أوقات الأمة فيه بتواجه حرب وجودية من أعدائها الخارجيين يعتبر خائن. اللي يثير نعرات طائفية ومذهبية أثناء محن الأمة وأثناء حروب الأمة مع أعدائها يعتبر خائن. وإخواننا الشيوخ المحترمين اللي بيصعدوا للمنابر ويحذروا السنة من الشيعة والشيعة من السنة ويقسمون لدواخل وخوارج، يعني نستأذن حضراتهم في أثناء مواجهة الأمة لأعدائها وأثناء تعرض الأمة لأزمات وحروب خارجية يتفضلوا بس ياخدوا جنب لحد ما الأمة تواجه أعدائها وتنتهي من حروبها، وبعد كده هنبقى نقعد ونسمع لهم بالراحة. لأن إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والخلافات الفقهية في أثناء حروب الأمة هي خيانة واضحة لهذه الأمة. أثناء مواجهة الأمة لأعدائها يجب أن يصطف أبناء الأمة صفا واحدا كالبنيان المرصوص في مواجهة أعدائهم. وبعد انتهاء حروب الأمة وبعد انتهاء أزمات الأمة نسمع لكم زي ما انتوا عايزين وتتفضلوا تقولوا واحنا كلنا أذان صاغية إن شاء الله. أثناء الأزمات والحروب تعلو مصلحة الأوطان ومصلحة الأمم فوق مصلحة المذاهب والطوائف والأشخاص علوا غير يعني ذو شائبة، علو بين، علو واضح. تعلو مصلحة الأوطان والأمم فوق مصلحة الأشخاص والطوائف والمذاهب والنعرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.